سلام ومحبة وود وخير وحب لكل الناس. قبل ما نبتدي بس حابب أشارك معاكم حاجة كنت حصلت معايا، وده بسببين. خليني أقول الحاجة بعد كده أرجع أقول السببين. الحاجة إن كنت هنسحب في آخر لحظة إن أنا أسجل أو أعمل حاجة زي كده. زي أي بني آدم بيبقى جاي في خطوة جديدة، بيبقى الموضوع بالنسبة له يا ترى هتنفع يا ترى مش هتنفع. في حد هيبقى مهتم، مفيش حد هيبقى مهتم، ايه فايدة اللي انت هتعمله؟ بس الحقيقة ربنا سخر لي حد في حياتي، شحنني تاني. وحد موجود من فترة وعارف الخطوة اللي أنا بعملها، بس امبارح كان الموضوع صعب جدا وكنت واصل لحالة مش لطيفة. وسبحان الله الواحد بيكتشف حاجات في رحلته. اللي مخليني أقول لك الحاجة دي هي حابب أشارككم حتة شخصية شوية، لأن زي ما قلت لكم إحنا هنبقى زمايل في رحلة، أو هنبقى ماشيين مع بعض خطوات، كل واحد فينا في طريقه وكل واحد فينا في رحلته. وحابب الموضوع يبقى فريندلي ما بيننا صحاب، مش حابب الموضوع يبقى علاقة رسمية واحد بيتكلم عن طريق مايك. عشان كده اعذرني لو كان كلامي مش مرتب، أنا قاعد مع صحابي، أنا قاعد مع ناس حابين إن إحنا نشارك الكلام دوت عشان كلنا نوصل. فبرضه اعذرني كمان لو حتة الفنيات شوية بتاعة الصوت أو الكلام ده بعافية، فسامحني معلش. تبدأ الرحلة دايما من الداخل. وفي مثل أفريقي حلو أوي بيقولك: لوحدك توصل أسرع، لكن لو إحنا الاتنين مع بعض نوصل أبعد. إيه بقى الحدوتة بتاعت سؤال أنا مين دوت اللي إحنا سألناه المرة اللي فاتت؟ طبعا كانت إجابتنا عليه الصمت، حاجة يعني كانت مفرحة الحقيقة. المهم، عشان تعرف انت مين لازم اولا تكسر حاجة مهمة جدا وتابو احنا عايشين فيه طول الوقت، وده اللي مخلينا مش قادرين نعرف فعلا احنا مين. التابو ده هو ان احنا متربيناش احسن تربية ولا حاجة، بدون اي تهكم ومع كامل الاحترام لاهالينا. الموضوع كله يا جماعة هنقربه بالكلام اللي هنقوله دوت. انت لو عندك حيوان وبتربيه، وخد المثل دوت واركنه على جنب هنحتاجه تاني، يعني هقول الحاجة دي وتعال نركنها على جنب ونحتاجها تاني قدام. لو عندك حيوان بتربيه بتبقى محتاج إن أنت تعلمه شوية سلوكيات وشوية آداب للتعامل، لأنه طبعا بيبقى طول الوقت بيتحرك حواليك حركات عشوائية وبيتحرك بدون أي منطق والكلام ده كله. عايز تعوده إمتى لما يسمع كلمة معينة يجري، إمتى لما تسمع كلمة معينة يقف، إمتى لما تطلب أكل في الحتة المعينة ياكل. الكلام ده أنا لمسته، يعني أنا لمسته. أنا ما ربيتش حيوانات بس اتعاملت كتير مع الخيل بحكم إن كان في فترة من الفترات كان الموضوع ده مستهويني جدا. ففي شخص اسمه مؤدب الخيل، الراجل ده وظيفته ان هو يعلم الحصان اللي لسه مولود كل السلوكيات ديت. حتى لو الحصان بتاعك عربي هو ممكن يخليه يعرف يرقص. لو انت فهمت المثل دوت او مش متفق معايا في الموضوع دوت اركنه على جنب، وتعالى بقى نشوف صاحبنا الانسان ايه اللي بيحصل فيه. صديقي في الرحلة، لو سألتك الانسان عبارة عن ايه، آه، روح وجسم، يعني مش مختلفين على كده. الروح دي طيب بتتكون من ايه الروح؟ محدش فينا عارف، وده من رحمة ربنا علينا الحمد لله إن محدش فينا عارف هي بتتكون من إيه. لأن تخيل مستوى علمنا المحدود وصلنا العالم للوضع الحالي. فلو كان عرفنا حاجة زي دي تخيل أنت كان ممكن إيه اللي يحصل. بغض النظر عن دينك، بغض النظر عن تعليمك، بغض النظر عن ثقافتك، أنت مش هتختلف معايا إنها روح أو طاقة، سميها زي ما أنت عايز سميها. أنا شخصيا هسميها روح. شوف انت في ديانتك هتسميها ايه. وطبعا لما بقول ديانتك او لونك او نوعك او الكلام دوت، انت في الاول وفي الاخر انسان زيي، واكيد بتتوجع واكيد بتتألم زي انك ممكن تكون عايز توصل لحاجة جواك، عايز تعرف نفسك. انا ما بوصلكش بعيد عن اي تمييز ولا في دماغي ان انت اي تمييز. بالاخر انا بحبك بغض النظر عن انت مين، لان بتمنى ان انت كمان تحبني.
مش عشان مستني منك حاجة، يمكن ترشدني، يمكن أرشدك، ناخد بإيد بعض في رحلتنا في الحياة. كل واحد فينا ليه رحلة. يا رب أكون داعم ليكوا وانتوا كمان داعم ليا. نرجع تاني للموضوع الروح. ما نعرفش هي بتتكون من ايه، لكن بمنتهى البساطة لو جيت قلت لك ايه مميزاتها او ايه صفاتها، هنا هنبتدي نتكلم، هنا هنبتدي في كلام يطلع. في حد فينا هيقول مثلا انها ملهاش وجود مادي. في حد فينا هيقول ان محدش يقدر يأيدها. في حد فينا هيقول انها شفافة. في حد فينا هيقول انها مليانة طاقة ومليانة قوة. كلها حاجات ايجابية. وهنا في سؤال كده بس على جنب، يعني خده وفكر فيه مع نفسك. ليه كلنا بنبقى متفقين على حاجة احنا حاسين بيها، بس في نفس الوقت في ناس فينا بترفض تعترف بيها لمجرد انها ملهاش حسابات منطقية او ملهاش حسابات عقلانية بالورقة والقلم. طيب، نرجع تاني للحدوتة بتاعتنا. قلنا روح وجسم. الجسم ممكن بيتكون من ايه؟ لا، الجسم بتاعي مش هنتكلم فيه كتير، يعني هو قلبك، عقلك، ايديك، عينيك، الكلام ده كله الحاجات جسمك. بس برضو في سؤال على جنب، يعني منين بنضيف كافة الملكية في جسمنا؟ وعقلك اللي انت بتقول ان هو عقلك بيجي يجبرك في وقت من الاوقات انك ما يخلكش تنام. او قلبك اللي انت بتقول ان هو قلبك هو شغال بدون ما ياخد اوردر منك او بدون ما ياخد امر منك. دي برضو لازم نفكر فيها. انا دوري هنا ان انا افتح لك عشان تعرف تدور وتعرف تلاقي. ما انت مستحيل هتبص على اللي جوه الصندوق والصندوق مقفول. لازم نشيل الاول الغطا، واحنا في حياتنا صناديق كتير بصراحة. المهم، ف في الفترة الأخيرة في أبحاث ظهرت في مجالات كتير، ودي يمكن من فايدة العلم اللي حصلت. لحد كام سنة فاتوا كنا معتقدين إن كل بني آدم في عدد معين من الجينات. دلوقتي العلم بيثبت إن كل بني آدم هو فيه كل الجينات بس بنسب مختلفة. ومش عارف إحنا ليه وصلنا للحياة دي متأخر، مع إن لو بصيت لها كده بمنتهى البساطة، مفيش جين في الدنيا هيجي ما كانش موجود مثلا في آدم اللي هو البذرة اللي جه منها كل البشر. ما هيجيله منين؟ مش طبيعي. يعني هي طبيعي البذرة دي اللي ظهر منها كل البشر كان فيها كل حاجة. وهنرجع للحدوتة بتاعت آدم دي كتير أوي يا جماعة، لأن الحدوتة دي اتحكت غلط واتفهمت غلط وقامت عليها حاجات كتير أوي غلط في حياتنا، وليها تأثير لحد النهاردة في حياتنا. أبسط مثال اللي أنا بقوله لك، أنت دلوقتي بتيجي الدنيا محمل بكل الجينات اللي موجودة بس بنسب مختلفة. في جينات فيهم هتشتغل في حياتك في ظروف معينة، وفي جينات تانية هتشتغل في حياة عيالك في ظروف معينة. يعني جينات حضرتك انت مش شرط تكون واخدها من الأب والأم، ممكن تكون جايلك من الجد، من جد الجد. مش العرق بيمد لسبع جد برضه؟ أنا هنا مش بتكلم على أمثال، أنا بتكلم في كلام علمي. أنا بس ضربت المثل، يعني حتى الناس الشعبيين كانوا فاهمين القصة دي، أو حتى الناس البسيطة اللي ما عندهاش مستوى الثقافة كانوا فاهمين القصة دي. فلك أن تتخيل بقى إن أنت ممكن تكون حاجة شغالة فيك هي موجودة من فترة عاملة إزاي. نرجع تاني للحتة بتاعت الجينات. دلوقتي في جينات، كل الجينات موجودة فيك بس بنسب مختلفة وفي ظروف معينة. في جينات معينة اللي هتتفاعل وجينات معينة هتبقى خاملة. نيجي بعد كده لحتة الروح والجسم. الجسم اللي انت اتفقت معايا من شوية، اتعشم ان انت تكون اتفقت معايا من شوية ان هو يكون فيه كل الجينات المحتملة. ويا ريت تصحح لي طبعا لو غلط، وهنتواصل على صفحة الفيسبوك باسم طبطبة في الأفكار اللي هنطرحها هنا مع بعض. طيب، الروح دي عشان ترتبط بالجسم برباط لازم تبقى حاجة واخدة الصفة بتاعت الاتنين. حاجة لا هي
مادية، ولا هي طاقة، ولا هي روحانية، ولا هي حاجة كده تبقى ميكس ما بينهم. متفق معايا في الكلام ده؟ طيب، دي خليني اقول لك ان اسمها النفس. والكلام ده انا وصلت له عن طريق قرايات وعن طريق ابحاث في القصة دي. طبعا ابحاث مش انا اللي عاملها، في ناس تانية عاملاها، بس قرايات في مجالات مختلفة. ده اللي انا وصلت لها في مجال الصوفية، وفي مجال الروحانيات، وفي علوم الطاقة. المهم، الروح دي مرتبطة بالجسم عن طريق حاجة اسمها نفس. والنفس دي في ليها علم اسمه علم النفس. علم النفس ده علم ليه تجارب وقياسات وقواعد وقوانين بتحكمه. تمام. بس أعظم دكتور نفساني عارف اللي أنا هقوله دوت، إن مهما كنت أنت دكتور شاطر في حتة هي خارجة عن القياس، وخارجة عن التجربة، وخارجة عن التحكم فيها. وخلينا أكون هنا موضح حاجة يا جماعة، إن الدكتور النفساني ما هو إلا دوره إنه بينور لك حاجات في شخصيتك، وإنت اللي بتمشي رحلة علاجك بنفسك، هو مش بيعالجك. تمام. ال... فوصلنا دلوقتي إن النفس موجودة جوه جسم الإنسان، في حتت منها خاضعة للقياس، وده يمكن الحتة المادية اللي بيتحكم فيها العوامل البيولوجية، أو العوامل اللي انشق منها بقى علم الجسد وعلم الفراسة والكلام ده كله. لكن تظل حتة هي غير قابلة للقياس، وغير خاضعة لأي علم، وغير خاضعة لأي قانون. وفي الكام سنة اللي فاتوا ظهرت أبحاث جديدة أوي في علم النفس على إيد واحد اسمه سيليجمان. الراجل دوت هو صاحب علم النفس الإيجابي. الراجل ده قال إيه؟ قال إن مفيش حاجة اسمها الصحة النفسية، بمعنى إن أنت مش هتوصل لمرحلة إن أنت تبقى خالي من الأمراض النفسية خالص. المصطلح ده خاطئ، والمصطلح ده مش ممكن يحصل. جه بعد كده ناس كملت من وراه، قالوا إن لأ، ده في حاجة جديدة ظهرت. إيه هي؟ إن كل واحد فينا هو عرضة لمرض نفسي معين. جه بعد كده ناس كملت. الناس اللي كملت في النهاية وصلوا الموضوع لأن كل واحد فينا هو فيه كل الأمراض النفسية بنسب مختلفة. ففي ظروف معينة وبطريقة معينة في مرض بس اللي هيبقى غالب. وخليني أقول لك عشان تبقى أنت فاهم حاجة، الاكتئاب هو مرض نفسي بس ليه مراحل، زي أي مرض نفسي بيبقى ليه مراحل. تمام. يعني مكتئب شوية مثلا عشان حصلت حاجة في الشغل، ده الاكتئاب المرحلة الأولانية. فسخت خطوبتك مثلا وكانت النهاية مش لطيفة. تمام. ممكن تبقى خارج من الأولانية رايح في التانية شوية، لكن حصل صدمة مثلا لا قدر الله، ربنا يعافي الكل يا رب، في أي حد في حياته، ففكر أفكار انتحارية وابتدى ياخد خطوات يم كده. ده كده الخطوة التالتة. فالمرض النفسي هو مرض نفسي، لا، هو بيبتدي حاجة بسيطة زي أي حاجة بسيطة وبتكبر. المهم، الأبحاث دي وصلت للنقطة دي. وخلينا أقول برضه حاجة حلوة الراجل ده قالها، قال إن علم النفس ضل الطريق. يعني علم النفس ابتدى يهتم بالشخص بعد ما يبقى مريض نفسي، عشان كده هو ضل الطريق. ما بيهتمش بالبني آدم قبل ما يوصل لمرحلة إنه يبقى مريض نفسي. لو احنا هضمنا الكلام ده كده كله، تعالى بقى نبسطه. انت دلوقتي روح مربوطة بجسم فيه كل الجينات، بنفس فيها كل الأمراض النفسية. يحصل ايه بقى؟ أقول لك أنا بقى يحصل ايه. تخيل معايا الروح اللي احنا وصفناها بالحاجات الإيجابية دي كلها لما تبقى محطوطة في جسم مفهوش أفكار، ومفهوش خوف، ومفهوش إحباطات، ومفهوش أي حاجة خالص. إيه اللي ممكن يحصل؟ وجسم عنده باور وعنده حركة. إيه اللي ممكن يحصل عشان الروح دي تعبر عن وجودها في العالم المادي اللي إحنا فيه دوت؟ لازم هتبقى حركة كتير، وحاجات تصرفات غير متوقعة كتير، وتصرفات خارج منطقك كتير. فهمت ليه ابنك ممكن يروح يحط ايده في صباع الكهرباء وبيضحك؟ فهمت ليه ممكن يروح يطبطب على أسد وهو مبتسم؟ فهمت ليه ممكن يروح يبوس كلب من بقه؟
هو بيتحرك بيهم بروحه، هو بيكتشف العالم بروحه، بيكتشف العالم بالباور الكبير اللي جواه الشفاف النقي دوت. بس طبعا ده مربك لينا كعالم الكبار، وما ينفعش واحد يفضل عايش بالطريقة دي. ما ينفعش واحد هيفضل عايش بيتحرك بروحه بس، لازم تبقى له حدود، ولازم نأدبه. فنعمل زي ما عمل عمنا مؤدب الخيل، تبتدي تحط له حدود، وتبتدي تأيد روحه، وتبتدي تعلمه ازاي يرد لما يسمع اسم معين، وياكل في انهي طبق، ولو حد قال ايه يرد قال ايه. وتعلمه ان ازاي يكذب، وتعلمه ان ازاي ممكن يعمل حاجات كتير. ما علينا عشان ما نخشش في الحتة دي، اكيد كل ده جاي. خدوا بالكم في رحلتنا هنقابل لحظات زي دي. انا كواحد من الناس، وانت اكيد كواحد من الناس، هتقابل اللحظات اللي هي بتمس وتر فيك دي. واحدة واحدة هنكشف كل دوت. المهم، زي ما قلت لك، بتوصل لان انت بتحط حدود للروح دي عشان تعرف تأيدها، وعشان تعرف تبقى متوقعة تصرفاتها بالنسبة لك، وعشان يتحط لها قانون، وعشان يتحط لها سيستم تمشي عليه. وهنا بتبقى المشكلة، بتسجن روحك أو بنسجن أرواح اللي حوالينا، وده طبعا بدون وعي مننا. عشان كده بقول إن إحنا متربناش أحسن تربية ولا حاجة. الكلام ده زي ما بقولك بيحصل بدون وعي ومش بقصد. بيجي عند ال9 سنين بيحصل حاجة اسمها التثبيت. والتثبيت ده بمنتهى البساطة، عشان ما اخشش في مصطلحات علمية كتير، جيناتك مع الأمراض النفسية اللي موجودة بنسب مختلفة، والجينات طبعا اللي بنسب مختلفة، مع أبوك، مع عمك، مع أي حد معدي عايز يحط أي حاجة أو عايز يشكل الروح دي بطريقة معينة، مع المجتمع. بيعملوا حاجة اسمها الشخصية أو الإيجو أو الأنا. وأنا عن نفسي بسميه الشيطان، وهتفهموا ليه بعدين أنا بسميه الشيطان. تبتدي بقى تقتنع أنت حضرتك إن الشخصية ده هو أنت، والإيجو ده هو أنت. فتبتدي تفكر وتتعامل وتاكل وتشرب وتتجوز وتخلف وتربي وتشتغل وتتعامل مع كل اللي حواليك بمنطلق الإيجو أو الشخصية دوت، اللي أنت بتفضل معتقد طول الوقت إن هو أنت. عشان كده لما حد فينا بيعرف نفسه بيقول انا اسمي كذا وعندي كذا وشغال كذا وي الكلام ده كله، هو بيوصف تجربة الإيجو بتاعه أو بيوصف تجربة الشخصية بتاعته. لكن روحك فين؟ روحك فين؟ روحك بعيد، مسجونة. الإيجو ده هو السجان بتاعها. الإيجو ده هو الحارس عليها إنها ما تتحركش. ده الحارس اللي حطه اللي حواليك، وانت اديته، وانت كتبت له عقد بيع وشراء، انت اتنازلت له عيش. وعشان اقول لك الشخصيه مثلا ممكن تبقى بتتكون ازاي، خليني اضرب لك مثال بسيط، او خليني اقول لك حاجه بسيطه عشان تعرف الموضوع بيتسرسب لنا ازاي. تخيل مثلا انت طفل، او في طفل حركته مفرطه جدا مثلا، او هايبر قوي، او خارج التوقعات بالنسبه لاهله قوي. قوم ابوه يجي، حلوه قوم دي معلش انا على طبيعتي. فوالده يجي يضطر يستخدم معاه أسلوب العنف عشان يحد من حركته، فيضرب عنده جين الخوف، فيفعل عنده الأمراض النفسية اللي ليها علاقة بالانطوائية وعدم الثقة وعدم الأمان والكلام ده كله. أو العكس، ممكن يبقى مثلا طفل شقي جدا، وعشان خاطر نتجنب شقاوته إن أنا بلبي له كل طلباته، فيفعل عنده مثلا الجينات بتاعت التضخم بتاع الذات او الكبر. مش عارف ايه اسم الجينات قوي اللي ليها علاقه بالكلام دوت، وهبحث ان شاء الله وهنجيب المسميات دي. الجين بتاع التضخم او تضخم الذات او الكلام ده كله يسمى عنده في نرجسيه، يسمى عنده. انت واخد بالك الموضوع مش ازاي؟ انت واخد بالك الموضوع اتطور ازاي؟
مش معنى كده ان احنا ما تربيش، لا ربي، بس خليك حذر جدا وانت بتربي. ولو انت بتسمعني دلوقتي سواء كان صبح سواء كان ليل، انا بطلب منك حاجتين مهمين. الحاجة الأولانية، اوعى تلوم على أهلك، واوعى تغضب عليهم، واوعى تقول إن هما كانوا السبب في اللي انت فيه، لأن هما ببساطة هما كمان ما تربوش أحسن تربية. فاعذرهم في كده. وخليني أقولك إن محدش هينفد من موضوع إن تبقى في حاجة ضربة عنده. محدش هينفد منها، العلم نفسه أثبت كده. ولأنك خلاص عرفت، فبمجرد ما عرفت بقت مسؤوليتك مش مسؤولية حد تاني. بقت رحلتك انت مش رحلة حد تاني. بقت اتجاهك انت مش اتجاه حد تاني. تاني حاجة، لو انت بتسمعني صبح، ليل، في أي وقت، سايق، راكب، بطلب منك حاجة بسيطة أوي. اقعد مع نفسك وارجع للعيل اللي جواك اللي لسه محبوس. طبطب عليه واحضنه، لأنه هو مستنيك بقاله كتير أوي. مستني إن أنت ترجع له، بقاله كتير أوي. مستني إن أنت تسمعه، بقاله كتير أوي. مستني إن أنت تقول له أنا شايفك بقاله كتير أوي. وعشان تبتدي تحرره لازم تكسر له القضبان اللي أنت عملتها. كسر القضبان دي حتة حتة. وأول حاجة فيهم إنك تقتنع إن أنت ملكش حدود. مش بقولك كلام إنشا أو الكلام، أنا بقولك جرب. كسر الحدود اللي أنت معتقد طول الوقت إنها حدودك. هي دي الفكرة، هي دي الروح ما ينفعش تتأيد زي ما اتفقنا في أول الكلام. كسر الحدود اللي اتحطت وانت شايف انها حدودك. جرب وافشل وحاول. وما ت... ما تزعلش من الفشل، لانك ببساطة هتبقى حاولت تكون انت، هتبقى حاولت تكون انسان، هتبقى حاولت تكون بني ادم، مش مجرد صنم اللي حواليك شكلوه. افهم الفرق يا صاحبي. في عصفور اتولد واقنعوه ان جناحاته دي اتولدت غلط، وان كانت الجناحات دي المفروض يبقى لها حاجة تانية. العصفور ده مات على الأرض وما طارش ولا يوم، لأنه معرفش معنى الطيران. لأنه طول الوقت متأكد إنها مش جناحات. يا رب يكون المعنى وصل لك. هنتناقش على الكلام اللي احنا بنقوله دوت على صفحة الفيسبوك باسم طبطبة. يا رب أعرف أفيدك. لو أنت شايف حاجة في اللي أنا قلتها ممكن تفتح لك كلام، برجو منك إنك تدعمني عشان أعرف أكمل أو تبقى شحن ليا. لو انت شايف اللي انا قلته حاجة غلط ومحتاج تراجعني فيها، بتمنى وبرجوك ان انت ترجعلي على طول وان انت تصححها لي ونتناقش فيها. البودكاست ده مش بتاعي لوحدي، البودكاست ده بتاعنا كلنا. وبأمر الله نكون رفقاء في الرحلة لطاف وخفاف. ويا رب أنور لكم وتنوروا لي. ليكم مني كل الحب، وليكم مني كل الود، وليكم مني كل السلام. وما تنسوش تسلموا على الأطفال اللي جواكم.